طالع تحتي في هذا الفيديو بغيت دقيقه من وقتك، دقيقه وما غاديش تندم على هذا الفيديو هذا. انت كدوز من معاناه، انت خسرتي فلوس، خسرتي اصدقاء، خسرتي اقرب الناس ليك، كلشي تخلى عليك، زدتي من ابتلاءات، من هموم، دابا ضعيف، قانطه بك الدنيا، واصل لواحد المرحله ديال الياس واصل بها. بغيت نبشرك ونقول لك حاجه وحده، بان ربي سبحانه وتعالى تيحبك، اقسم بالله الا الله تيحبك. شتي الله سبحانه وتعالى فاش كيحب شي عبد كيبتاليه. علاش كيبتاليك الله؟ باش يرجعك لعندو وباش يشوف قوه الصبر ديالك وقوه التحمل ديالك. انت دابا قنطتي، انت دابا فاش كتكون في ياس ولا كتكون في ابتلاء، الشيطان كتكون انت ضعيف ديك الساعه، الشيطان كيستغل داك الضعف ديالك، كيزيد يوسوس لك، كيزيد يوهم لك، كيزيد يلوح لك الافكار السلبيه باش انت تقنط من رحمه الله. وربي شنو تيقول لك؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ربي سبحانه وتعالى تيحبك، شحال ما ضاقت بك اقسم بالله حتى غتفاجأ. شتي فاش يتراكموا عليك الهموم والمشاكل والاحزان، عرف موراهم جايه شي حاجه زوينه. شحال ما طار الليل، داك الضوء الصباح، داك الضوء الابيض غيجي. ان مع العسر يسر. شوف ربي شحال بشرك باش تعرف بان الابتلاء واجب. والانبياء تبتلاو. سيدنا ايوب تبتلى في المرض 18 عام ولا ما عرف شحال ديال المرض، والدود كانت هي كله من اللحم، واصعب مرض ما نقدروش حنا نصبروا عليه، حنا غير راسك كتحمقنا. وربي قال لك وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. خسرتي فلوس، خسرتي اصدقاء، وصلتي لواحد المرحله اللي الله اللي عالم بك، اقسم بالله الا الله تيحبك. ربي بغى يشوف قوه الصبر ديالك. شحال واحد كيكون خارج الطريق كيبتاليه الله كيرجع لطريق الله. ربي كيحبك، كيبغي يشوف قوه الصبر ديالك. ربي كيبتاليك باش ربما لا عندك شي ذنوب يخففهم عليك. داك الابتلاء راه نعمه ماشي نقمه. هاد الابتلاء نعمه ماشي نقمه. يقدر تجيك ازمه في حياتك ولا ابتلاء يقدر يبدل لك حياتك 180 درجه. والتجربه اللي كتاخذها من الفشل ومن المعاناه اكثر من تجربه النجاح. النجاح راه هرمونات السعاده متفقين، اما تجربه الفشل كتعلم منها بزاف د الحوايج، كتاخذ منها بزاف ديال التجارب. وشوف شحال ما طارت المعاناه ديالك وانا كنتحداك، اقسم بالله حتى ربي غادي يفاجئها عليك. فقط امر واحد، توكل على الله واستعن بالله وشد في الله سبحانه وتعالى. اقسم بالله وشديتي في الله وسير عند الله، وقبل الفجر بواحد الساعه ما قالوا والصلايه ديالك، وسجد الله، هضر مع الله بقلبك. الله كينظر للقلب ديالك، ما كيشوفش لوجهك ولا لطولتك ولا لصلاتك، الله كيشوف لقلبك. يا سيدي يا ربي عندي، يا سيدي يا ربي راني عييت، يا سيدي يا ربي راه ما عنديش شي ملجا من غيرك، هضر مع الله بقلبك. اقسم بالله والذي نفسي بيده ما يردك. ربي تيقول لك ادعوني استجب لكم. عرف واحد الحاجه، ان الله تيحبك حيت بتالك الله تيحبك. غتفاجئ عليك، وهاد المعاناه غدوز وغتبقى غير معاوده. وشحال ما طارت المعاناه غتفاجئ. فقط ثق بالله. وانا بغيت الرساله ديالي ما تخليش الشيطان على الله يقنطك من رحمه الله، حيت الشيطان يعيدك الفقر، يعيدك الحزن، الاكتئاب، الياس، الاحباط. هذا هو الدور ديالو. فاش كيشوفك انت في واحد الابتلاء كيزيد يبغي يضيق بك الدنيا. ما تخليهش يستغل داك الضعف ديالك. باش انت غترجع لك القوه ديالك، رجع الله سبحانه وتعالى. شد في الله. شكون اللي عطاك الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى. والله اللي قادر يفرجوا عليك، الله اللي قادر يفرجوا عليك. هذا الابتلاء راه فيه نعمه ليك ماشي فيه نقمه. ربما هذا الابتلاء يكون سبب باش ترجع لطريق الله. ربما هذا الابتلاء يكون يقدر موراه جاي شي حاجه زوينه، موراه جاي الخير، والخير غيجي. فقط تفاءل الخير، ورب الخير لا ياتي الا بالخير. وهذا العسر ان مع العسر يسر، ماشي مع العسر عسر، ان مع العسر يسر. فهذاك العسر راه كاين فيه اليسر. يشوف انت الجانب المشرق. طحتي في مشكل، شوف الجوانب الحمد لله اللي تعلمتي، وشوف الحوايج اللي مازال عندك. ما تشوفش الحوايج اللي فقدهم، شوف الحوايج اللي مازال عندك واحمد الله. وبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. سامح الناس اللي غلطوا في حقك، توكل على الله واستعن بالله. واقسم بالله ربي ما يخليك. والحاجه اللي غنختم بها، ان عرف ان شخصيتك مور الازمات غتولي قويه. الشخصيه القويه كتبنى في الازمات ديال الحياه. الانسان اللي مدوز ازمات ومعاناه من بعد كتبنى لواحد الشخصيه اللي بحال الحيط، ما كتقدرش ما تجيش شي حاجه بسهوله باش تهدمها. ولكن الانسان اللي ما مدوزش مشاكل ومعاناه كيجي شي مشكل بسيط كيطيحو. شي الابتلاء فيه بزاف د الحوايج، واستعن بالله وربي سبحانه وتعالى غادي يفرجها عليك. وربي غادي، وبزاف د الناس دوزوا المعاناه. خير كما تنقولوا حنا، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اشد الابتلاءات دوزو، من جميع الابتلاءات دوزو، من نعتوه بالساحر، نعتوه بالمجنون، جراو عليه من القبيله ديالو،
وربي سبحانه وتعالى مع ذلك صبر، وربي جازاه ووعدو بالجنه وبزاف د الحوايج. حنا راه امه سيدنا محمد، حنا راه عندنا الدين اصاحبي، حنا راه عندنا الاسلام، الايمان بالقدر خيره وشره. شي فاش كترضى بداك الشيء اللي قسم لك الله كتكون اغنى واسعد الناس. واستعن بالله وسير طلب الله سبحانه وتعالى، واخر كلمه غنقولها ربي غيفرجها عليك شحال ما طارت المعاناه ديالك. والسلام عليكم.